ها شلون سالفه؟ يعني احنا صار لنا اسبوع لا مستفتحين. زين هسه جرات الشهر مصطفى ايجار المحل ما نقدر نوفره نعطيهم اياه. زين هاي شلون؟ انت تريد يوميتك صح ولا لا؟ اي صحيح. بما ذلك انت بس اليوم مصطفى يعني بس اليوم ما نعطيك. انا عندي عائله وانا وياك على الحلوه والمره. ما نعطيك اسبوع يعني تظل تنتظر؟ اي انتظر وياك شو اسوي لك؟ بعد انتظر رحمه الله بلكن يجينا واحد زبون شو تسوي؟ امرنا لله شو تسوي؟ ايش خرب دينك؟ ايش بيك؟ كله صوت البنزين دمر لك طماط، كم في طم بدلت ثانيه؟ هسه بس اذا تشتغل توديها من المصلح؟ اي ايش سويت يا الله؟ استاذي ها ابو رزق. لا والله صدق جبت انا السياره قوم. يلا نجيب ضيفه جيب له يلا هلا سنه اخويا يا حبيبي يا ابي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا بيك الله يخليك الله يسلمك. شوف لي هاي ايش بيها عطلت؟ ايش بيها خير؟ شلعت قلب قلبي. يا معود هسه جنبوزك اياها جنبوز تعال اقعد استريح. مصطفى روح جيب لك شاي. استريح حبيبي هسه اشوف لك اياها. استاذي ابو من؟ انا ابو دانيال. ابو دانيال عندك الفيت بوم قايم. بدل لي اياه. بدل لي اياه خلصت من عنده رحمه والديك. ترى شلعت قلبي بنص الشارع. صارت التلت صار. مصطفى استاذ تعال بابا تعال. بس جيب لي تنفيس مربع وعادي. يلا يا ابني. الا جنبوزها لك الجنبوز. الف رحمه على والديك. استاذي هذني كملتين الفيتون كملته. هسه عندك النازلات ولا هاي عطلانه عندك؟ فحصتها زين؟ فحصتني رادلهن تبجيل حاولت وياهن كنت انظفهن هاي ما صارت. اسوي لك اياهن؟ سوي يا عمي سوي. بيض ابو الجكشي هذا عمي عادي؟ بس خلصت من عندها. صارت التلت. مصطفى حضر لي اسبوع 13. ودانيال لما تكيان بس عندك القوايش تعبانات رادلين تبجيل. اي والله شفتن زين؟ شفت لي شعور انت ثقه عصتك كذي تكعت يكفي. ترى دزوني عليك خصنص. لا بالهالعيله فتت لك القوايش. بدل عمي بدل. مصطفى اسبوع 15. نفيس حضرت الحساب؟ اي استاذ. عاشتي لك ابو الصوف. لا عاد شلون نطلع راس الشهر والاسبوعيه وماتك وطبعا لا عايشين وفتحناهن ورجعناهن شديناهن نفسهم. ابو تاريان هاي بعد شنو عروس بعد عائله روح فيها والله. هاي الورقه فال حساب حاسبك. يلا يلا. عين ابو دانيال هاي سياره وجبتك يا هذا السويتش مالتها. هذا فرح بعد تطلع ويا العهد تطلع ويا الكرايب عليها كل شيء بس القائمه مال حساب. سولف عندك بنكات اماميه وخلفيه بدلت لك اياهن. على قوايش على فيت بوم دهن بدلت لك هماتين. دبلات عندك الستيرن انا طبعا كمتك اياه جبتك اياه الستيرن مالتك فاقس يعني هاي اقل شيء يسوي لك حاتي. كان بيها طقطقه. اي نعم هم كمتك اياها. فلتر هواء ذني النازلات وهاي على حسابي خليه النازلات. الحساب كله 1,100,000. لا بشرفك. 1,100,000. لا عاد انا واني واجنبز لك اياها.
عمي مو مليون و100، مليون من عندي اليك. هذه شو مصلحه عندك سياره؟ هي كلها صيني وتاكسي دا اشتغل بيها. وهاي كلها درجه اولى بديتك اياها. هذه المواد ببيش. كلها درجه اولى بديتك اياها. عمي ترى ماكو شيء كفر والله هاي السالفه، شنو مليون شنو هاي؟ هو هاي شغلنا ابن عمي. شو عمي دزم؟ دزم وين تخليها علينا حتى لو دزم لا تخلي علينا انت باين جاي قطني انت دزم. الله محمد علي. مو صوتكم، صوت اللي يصلح لكم. هاي رسالة واضحة إن شاء الله، وما أعتقد يعني أنتم ما فهمتوها، إنه هذا واقع حال موجود بمجتمعنا، إنه السواق إنه كل ما يروحون على الفيتر البعض من عندهم كلهم على العين وعلى الراس، بس البعض من عندهم يصير استغلال هذا الشيء، وغني عن التعريف بمنطقتنا أبو علياء سائق تاكسي. تحدث لنا على هاي الحالة أبو علياء، موجودة هاي الحالة؟ والله هاي الحالة موجودة عند بعض الأشخاص، بعض الفيترية. نعم. وبعض الفيترية يشتغلون على محبة الله، واحنا نترجى من كل الفيترية أن يأدون دورهم ويهلا بالسواق الفقرة. هذا سائق تاكسي كل ما يشتغل له ب10 15 دينار. وهي هم أبو علياء السيارة مو مالته، ماخذها مال صاحبه. أساسا هي شغلة تاكسي صارت تعبانة مو مثل قبل. نعم. يدوب يطلع مصرفه وعيشته وعيش الجهالة. فاحنا نقول هلا بالمروح له. شكرا لك أبو علياء. أقول آخر كلمة، كما تدين سودان. تدان. تحياتي لكم.